عارف برطمان المربى؟ عارف اول ما بتشتري برطمان المربى وتيجي تفتحه صعب جدا. ليه؟ لانه مفرغ من الهواء. بتعمل ايه؟ بتجيب معلقه صغيره كده وتروح عامل سن تنفيذ صغيره فتلاقي البرطمان. بص، هو الاصح لو احنا هنتكلم صح، استخدامك لتكنولوجيا الفاكيوم بتعمل عمليه تسهيل في تثبيت الشغله. بتسيب لك اماكن ان البونطه تقدر تتحرك براحتها، لان في طرق تانية في التثبيت، اللي هي كنا بنسميها زمان اللي هي بالعصفوره، اللي هي كامه كده بتركب في مشقبيه بحيث انها تبقى ماسكه الخشبه او ماسكه الشغله. دي بتعمل لك مشكله في ان انت هتتحرك ازاي عليها. طب افرض انا عايز اشتغل جزئيه معينه فيها، عايز اعمل رسمه، فدي بتخليك تضحي بالفرق ده. الفكره في الفاكيوم هو بالظبط نفس الفكره بتاعت. هقول لك على حاجه. عارف برطمان المربى؟ عارف اول ما بتشتري برطمان المربى وتيجي تفتحه صعب جدا. ليه؟ لانه مفرغ من الهواء. بتعمل ايه؟ بتجيب معلقه صغيره كده وتروح عامل سن تنفيذ صغيره فتلاقي البرطمان طرقع يعني بقى لفوق كده، وتلاقي سهل جدا ان انت تفتحه. فكره الفاكيوم ان انت بتعمل مساحه فرق ضغط بالسالب، او ان انت بتشفط ولازم تقفل حواليها كويس قوي. القفله دي بتعمل عمليه تثبيت للشغله لتحت. بالظبط. فاكر انت زمان كان في بتاع بلاستيكه كده كنا بنلزقها على الازاز؟ فاكرها دي اللي هي بتاع كده علقه كده بتركب على الازاز. اه دي لما كنت بتيجي تحط عليها لوحه، تحط عليها ومستغرب ان انت تشيلها، مجرد ما نفست بتروح واقعه. وهي دي مشكله الفاكيوم. الفاكيوم في عمليه الشفط بتاعته، انت الترومبه يعني هو كل ما حجمها كبر طبعا كل ما كان احسن. لكن الفكره الاساسيه ان انت بتعمل عمليه سيلينج او بتعمل عمليه محاوطه للنقطه اللي انت بتشتغل عليها. فانت لما بتعمل يعني تحيط النقطه اللي فيها الشفط دي وتعزلها كويس قوي، اللي بيحصل ساعتها ان بيحصل عمليه تثبيت للشغله. يبقى عندك مساحه، المساحه دي تقدر تشتغل فيها براحتك. تقدر تشتغل على اي مكان انت عايزه، تقدر تشتغل جانبي زي ما هنا، تقدر تشتغل على الاطراف، عايز تعمل حاجه اسمها غسيل الشغلانه، او بمعنى اصح اللي هو ايه، عايز تاكل مثلا ملي داير داير لو حاسس ان الشغلانه فيها صليبه. ففكره الشفاط او فكره الفاكيوم نفسها فكره قويه جدا وفكره كويسه قوي. وفي انواع كتيره منه على فكره. يعني في حاجه اسمها بتشتغل بالزيت، في حاجه بتشتغل اسمها شفرات الكربون، في حاجه اللي هي المتدرج عليه اللي هو بيشتغل بالميه. والفكره بتاعت الميه دي بالظبط، يعني هي كانها هقول لك، وتشبيه مش عارف هيبقى واقع ايه، بس انا بسميها نظريه الشيشه. نظريه الشيشه اللي هو ايه، الازازه اللي تحت دي بتبقى مليانه ميه، وانت كل اللي بتعمله انت بتشفط الفراغ اللي موجود جوه الازازه. فانت كميه الشفط بتاعتك بتبقى قليله قوي، لكن مع فعل وجود فيه سائل مع فراغ بيعمل عمليه شفط قويه جدا، اللي هو بيخلي الحجر يولع. فهي نفس الفكره، هي في ترومبه كده بنفس الطريقه، هي بتشفط الفراغ، والسائل اللي موجود ده بيعوض قيمه الفراغ. حاجه كده في ماده اسمها المواقع، او في شغل اسمه المواقع. فنتيجه الفراغ ده انت بيخلي عمليه الشفط تبقى قويه جدا. بس فانا برشح دايما الفاكيوم. و... واحسن كتير قوي من موضوع التثبيت بالمسامير. انت ممكن تضطر انك تثبت مسامير لو انت مضطر لحاجه زي كده، بس في الغالب دايما حاول لو انت عندك خاصيه الفاكيوم دي حاول تستفيد طيب حضرتك قلت على موضوع الفاكيوم بالميه وبشفاط الكربون والحاجات دي، منها. ايه افضل حاجه في انا شايف دايما ان شفرات الكربون يعني معمره. وبعدين الشفرات دي مع الدوران السريع هي في حاجه واخده فكره نظريه اسمها ترومبا الاسنتريك، اللي هو الشفرات دي لما بتشتغل كتير بتقعد معاك عمر. في نفس الوقت الكربون ده نفسه نوع من انواع الابلكيشن، نوع من انواع يعني ايه، تشحيم او تزييت. فمع الدوران واحتكاكه بالجسم بتاع الترومبه ده بيطول عمرها، وفي نفس الوقت بيعمل عمليه شفط قويه جدا. بدون ما نخش في تفاصيل كتير.